طفل اتعدم وهو عنده 14 سنه، وبعد 70 سنه اكتشفوا انه بريء. واحده من ابشع الجرائم القانونيه في تاريخ الولايات المتحده، وده حصل في 16 يونيو 1944 في ولايه كارولاينا الجنوبيه. اتعدم طفل امريكي من اصل افريقي اسمه جورج ستيني جونيور. القصه بدات قبلها ب3 شهور. جورج كان بيلعب مع اخته قدام بيتهم. بنتين امريكيين بيض عدوا من قدام بيتهم وسالوهم على ظهور معينه، فجورج رد عليهم، وبعدها بساعات البنتين اختفوا. اتعمل فريق بحث كبير عن البنتين، وجورج نفسه شارك في البحث ده. وبالصدفه قال لواحد من الناس ان هو شاف البنتين دول قبل كده، وتاني يوم الصبح لقوا جثث البنتين في خندق قريب. ومن اللحظه دي كل الاتهامات راحت لجورج. اتقبض عليه فورا واتحقق معاه لساعات طويله من غير ابوه ولا امه ولا حتى محامي. وبعدها قائد الشرطه قال ان جورج اعترف، بس طبعا مفيش ولا ورقه ولا تسجيل ولا توقيع يثبت الكلام ده. ابوه انفصل من شغله، والعيله كلها تعرضت لتهديدات بالقتل، واضطروا طبعا ان هم يهربوا من المدينه. ومجموعه من الناس اللي كانوا ساكنين في المكان ده حاولوا يشنقوا جورج، بس هو خلاص كان اتنقل لسجن بعيد. وبعد شهر اتعملت محاكمه، بس كانت مدتها 10 دقائق، ولا واحد امريكي من اصل افريقي سمحوا له يدخل المحاكمه. محامي جورج بقى اللي تعين له ما استدعاش ولا شاهد واحد. الدليل الوحيد في الموضوع ده كله كلام عن اعتراف مش موجود اصلا. هيئه المحلفين كلهم كانوا بيض، قعدوا يتكلموا كده مع بعض 10 دقائق وحكموا على طفل عنده 14 سنه بالاعدام، وتم تنفيذ الحكم على كرسي كهربائي. وفي خلال الاحداث دي كلها اللي ما كملتش اصلا 3 شهور اصبح جورج اصغر طفل يعدم في امريكا في القرن العشرين. وبعد 70 سنه القضيه اتفتحت من جديد. اخواته شهدوا، شهود البحث جم، وخبراء في القانون اتكلموا، والنيابه قالت ساعتها ان رغم الظلم الحكم هيفضل. لكن القاضي كان ليه راي مختلف، الغى الادانه بالكامل، وقال ان جورج اتحرم من ابسط حقوقه القانونيه، وان الاعتراف ما يعتبرش اعتراف من غير توثيق، وان المحامين بتوعه ما بذلوش اي مجهود يذكر للدفاع عنه. وختم القاضي بجمله واحده: لا اجد ظلما اكبر من هذا. لكن الحقيقه ان العداله جت بعد ما الطفل مات ب70 سنه. قصه جورج اتجسدت في اعمال فنيه كتير، ومنها افكار كتير زي فيلم ذا جرين مايل. وقولي بقى في الكومنتس لو كنت تعرف القصه الحقيقيه ورا ذا جرين مايل.